لا نتحدث عن عظمته ولا نتحدث عن عظمته حتى أسمائهم، عظمة ذكرهم. اقرأوا تفسير القمي غير تفسير القمي في قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إذا صارت لكم فرصة مرة اقرأوا قصة بني إسرائيل، قصة معبرة جدا وقصة مؤلمة جدا من الظلم الذي وقع عليهم من قبل فرعون. هؤلاء مؤمنون كانوا. ماذا صنع فرعون ببني إسرائيل؟ يشيب منه الرأس. إذا قرأتم تفصيل قصة بني إسرائيل لعلكم ليوم ليومين لا تتمكنون أن تتهنأوا بطعام أو شراب، مع أن القضية قبل آلاف السنوات مؤلمة جدا. ماذا صنع فرعون بهم؟ بلاء عظيم حسب تعبير القرآن الكريم بناء على بعض التفاسير. بلاء عظيم مشير إلى هذا المعنى. بعض المفسرين فسروا تفسيرا آخر، ولكن حقا بلاء عظيم. كيف رفعوا هذا البلاء؟ بلاء عظيم ليس بلاء عاديا. كيف رفعوه؟ النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام علمهم أن يذكروا الصلاة على محمد وآل محمد. رفع عنهم هذا البلاء العظيم، ليس نوعا من أنواع البلاء. بلايا على الرجال أنواع، بلايا على النساء أنواع، بلايا على الأطفال أنواع. رفع كل ذلك البلاء ببركة ذكر أهل البيت. أية عظمة هذه! ذكرهم. هذا مع قطع النظر عن الآثار العظيمة للصلوات، من قضاء الحوائج، من كشف الهموم والغموم، من تيسير وتسهيل الأمور، من رفع أنواع البلاء. اقرأوا الروايات الشريفة، حتما قرأتم حتما سمعتم في المجالس الحسينية مجموعة من هذه الروايات الشريفة. هذا مع قطع النظر عن الثواب الخيالي العظيم جدا لذكر أسمائهم. في الحديث الصحيح ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. هذه كلها والكثير لذكرهم. أية عظمة هذه! وهم كانوا يعلمون بمقامهم عند الله عز وجل، يعرفون من هم. وهم قد أخبروا، كانوا يعلمون وقد أخبروا أن أنبياء الله العظام، أن أولي العزم من الأنبياء والرسل كانوا في المهام، في الصعوبات،
في البلايا الكبيرة يتوسلون بأسماء محمد وآله.